إننا لا بد أن نؤمن يا أيها الأحبة بأنه ليس هناك مكان في الدنيا لا يوجد فيه مثبطين. قد تثبطك زوجتك، أولادك، جيرانك، الناس كلهم، لكن لا تأبه لكلامهم، لأن العبرة في من يضحك في الأخير. من يضحك في الأخير، أما من يضحك في البداية لا عليك منه. اشروا التحدي أمام أقوالهم ولا تسقطوا أبدا يا أخي الكريم. الحياة أيها الإخوة ليست ثابتة، وأولئك الذين لا يستطيعون تغيير حياتهم هم أحد صنفين: إما سكان المقابر أو المجانين. أما العقلاء فهم يتجولون، ولهذا كان أبو حنيفة في أول أمره تاجرا، ثم بعد ذلك فقيها. وفي الغالب أن الإنسان في أول حياته يفقد البوصلة، ثم بعد ذلك تأتي إليه هذه البوصلة فتحدد وجهته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أحد الصحفيين المشهورين الآن كان طبيبا ثم تركها وذهب إلى الصحافة وأصبح صحفيا كبيرا. لذا لا تنزعج إذا كنت تعمل بمهنة ترى أنها لا تناسبك، خاصة إذا كنت تشعر بأنك قادر على تحقيق نجاح أكبر. ادرس المهنة الأخرى التي ترغبها وتحبها دراسة وافية، وألق بنفسك في بحرها. الأعمال تحتاج إلى نوع من المجازفة والطموح حتى تدخل في هذه الأشياء. ولهذا نصيحة لكل شاب: إذا كنت في مقتبل حياتك المهنية فاعطي لنفسك فرصة من أن تتحول في أكثر من مهنة حتى تجد نفسك في مهنة منها. اعرف قدراتك ونقاط قوتك، ثم حدد العمل المناسب. من أسهل الطرق لمعرفة هل هذا العمل يناسبك أم لا هو مراقبة نفسك في الاهتمام بالتفاصيل. فإن رأيت نفسك تهتم بتفاصيل هذا الأمر وتحرص عليه فاعلم بأنك محب له بإذن الله تعالى.